اول حاجه الف مبروك طبعا للشعب المصري كله ان احنا كسبنا، وبصراحه فرحنا. فقول لي ايه رايك في الماتش كله؟ والله الماتش كله ماشي 10 على 10 من البدايه، وبس الشوط الثاني من ساعه طرد محمد هاني هو اللي قلب الماتش علينا قوي. غير كل حاجه، غير نظام اللي كابتن حسام حسن عامله يعني في الملعب. شايف؟ طب بس الراي الاول بس والاخير ان هو امام عاشور، يعني هو لعب باك. اللي انا كنت شايفه من وجهه نظر انا ان زيزو كان هو اللي افضل يلعب باك. زيزو صح؟ باك يعني حسام حسن ما كانش موفق في الحته دي. ما كانش موفق في ديت بس بصراحه. طب حسام حسن توتال في الماتش وفي اداره الماتش تديله كام من 10؟ والله هو دار الماتش صح، عشان هو كده كده كان اجباري علينا ان احنا اللي لازم نتعامل كده مع الماتش، فاحنا عملنا اللي علينا والحمد لله على الصعود النهارده. ومبروك فعلا للشعب المصري كله. مبروك. احنا كده تاهلنا، ومحتاجين متهيألي الماتش الجاي الثالث ان احنا برضه نكسب عشان نطلع الاول. ايوه طبعا، عشان نبعد عن باذن الله. شايف فرص مصر انها تكسب البطوله قد ايه؟ ايه؟ فرص مصر انها تكسب البطوله صعبه شويه. هي على ورقنا احنا عندنا خط الهجوم بسم الله ما شاء الله يعني حلو صح، بس في اوقات الظروف كده زي ما حكمت النهارده علينا ان هي قلبت الماتش مره واحده. حاجه خارج اللعبه يعني هي بتبقى خارج النطاق او خارج التفكير، بس احنا على الورق احنا الله اكبر يعني المنتخب 10 على 10.